تخيل معايا انت مواطن كندي او مقيم بقالك سنين وبتطحن في الشغل وبتدفع ضرايبك اول باول، ولما اسنانك توجعك او تحب تعمل كشف نظر بتطلع المحفظة وبتدفع من جيبك مبلغ كبير. وفي نفس الوقت في شخص لسه واصل كندا كلاجئ بقاله يومين بياخد كل ده مجانا وعلى الجاهز. انا عارف ان الكلام ده بيعمل حساسية عند ناس كتير، وعلشان كده الحكومة الكندية قررت تتحرك وتعدل الكفة. بداية من أول مايو 2026 نظام الرعاية الصحية للاجئين IFHP هيتغير تماما ومفيش دلع تاني. مش بس كده، حتى فنادق اللاجئين اللي كانت بتكلف الدولة مليارات اتلغت رسميا. في الفيديو ده أنا مش جاي أقولك رأيي الشخصي، أنا جاي أنقلك أرقام وقوانين دخلت حيز التنفيذ فعلا، وعايزين نفهم سوا ليه الحكومة قلبت الوش التاني دلوقتي، وإيه اللي المفروض تتوقعه لو أنت بتفكر على الخطوة دي في 2026. كمل معايا للآخر لأن الأرقام اللي هقولها هتصدمك. يلا بينا نبدأ. قبل ما نغوص في التفاصيل حابب أقول لكم حاجة مهمة جدا. الرحلة دي محتاجة صحبة، وعلشان كده احنا عملنا جروب للتليجرام. الجروب ده مش بس للأخبار، ده بقى زي العيلة، بنتكلم فيه وبنشارك فيه كل حاجة مع بعض. لو عاوز مكان تتكلم فيه براحتك وتلاقي حد يسندك بمعلومة، الرابط هتلاقيه في الوصف. وبرضه ممكن تعمل سكان للكيو ار. ميزانية المليار دولار ونهاية عصر الفنادق. خلونا نبدأ بالحاجة اللي كانت شغلة الرأي العام الكندي بقالها فترة طويلة، وهي السكن. كندا طول عمرها بلد إنسانية وبتحترم حقوق الإنسان، وده شيء عظيم، لكن الاستدامة المادية بقيت في خطر. انتوا عارفين ان الحكومة الكندية كانت بتسجن اللاجئين في فنادق محترمة جدا؟ الفنادق دي كلفت دافعي الضرائب الكنديين حوالي مليار واحد من 10 دولار في السنة. لما جت الميزانية الجديدة مع رئيس الوزراء مارك كارني حصل زلزال في الأرقام. اكتشفوا ان تكلفة الشخص اللاجئ الواحد وصلت في المتوسط ل 16,500 دولار، وفي حالات وصلت ل 40,000 دولار للشخص الواحد بس. What؟ انت متخيل الرقم ده؟ شخص واحد مش عيلة. علشان كده في نهاية سبتمبر اللي فات الحكومة قالت مفيش فنادق تاني، اللاجئ دلوقتي لازم يشوف موضوع السكن بنفسه أو يروح الملاجئ العامة اللي اسمها الشلترز. الحكومة عملت كده علشان السخط الشعبي وصل لآخره. المواطن مش لاقي سكن رخيص، فكان لازم القانون يتغير علشان يحصل نوع من العدالة الاجتماعية. الجزء التاني، الرعاية الصحية اللي كانت ببلاش بقى فيها مشاركة. نيجي بقى للمفاجأة الكبيرة اللي هتبدأ فعليا من أول مايو 2026، وهو نظام الانترم فيدرال هيلث بروجرام. زمان اللاجئ كان بياخد كارت صحي بيغطي الأسنان، العيون، العلاج الطبيعي، الأدوية والجلسات النفسية، كله كان مجانا 100%. دلوقتي الدولة قررت إن اللاجئ لازم يشيل مع المجتمع أو يشيل مع الكل. التعديلات الرسمية الجديدة بتقول مفيش أدوية مجانا بالكامل زي زمان. أي لاجئ هيصرف روشتة من الصيدلية لازم يدفع 4 دولار من جيبه عن كل نوع دواء. ده مش رقم تعجيزي، لكن رسالة إنك لازم تتحمل مسؤولية نفسك. الأسنان والعيون والعلاج الطبيعي، هنا التغير الأهم. اللاجئ دلوقتي ملزم يدفع 30% من ثمن الكشف أو الجلسة وهو واقف في العيادة، والحكومة بتغطي 70% الباقي. يعني لو هتنضف سنانك ب 300 دولار هتطلع 100 دولار من جيبك. كده النظام بقى قريب جدا من اللي بيحصل مع المواطن الكندي اللي عنده تأمين خاص أو بيشيل جزء من التكلفة. والهدف هنا هو الحفاظ على المنظومة الصحية علشان ما تنهارش. الجزء الثالث، ليه التضييق ده؟ كلمة حق. علشان نكون منصفين، كندا مش ضد اللاجئين، لكنها ضد استغلال المنظومة. فيديوهات كتير انتشرت لكنديين بيقارنوا حياتهم الصعبة بالمميزات اللي اللاجئ بياخدها أول ما يوصل، وده عمل ضغط سياسي رهيب. الحكومة عاوزة تضمن إن المساعدات تروح لمستحقيها فعلا، وإن الشخص اللي جاي يكون عارف إن كندا بلد شغل وكفاح، مش بلد مساعدات أبدية. الأرقام بتقول إن عدد طلبات اللجوء زاد بنسبة 185% في آخر 6 سنين. ده ضغط ما تتحملوش أي ميزانية في الدنيا. علشان كده التضييق ده محاولة لإنقاذ الاقتصاد الكندي والحفاظ على الخدمات للمواطنين والمهاجر اللي بيشتغل وبيدفع ضرائب. في النهاية أنا بنقول لكم الواقع علشان اللي بيفكر يجي يكون عامل حسابه ومجهز ميزانيته، مش علشان أكون ضد حد. كندا هتفضل بلد الفرص، بس القوانين بتتغير ولازم نكون فاهمينها. قولولي بقى في التعليقات، هل شايفين إن التعديلات دي عدل في حق المواطن الكندي، ولا شايفين إنها صعبة على اللاجئ اللي لسه جاي وبيبدأ حياته؟ مستني أسمع آراءكم في التعليقات، وأشوفكم الفيديو الجاي في كندا بعيون واقعية.